في مثل هذا اليوم من يوم السبت 2 ديسمبر 1999 غادر الصحفي رحمايد محيوت مقر جريدة أوليبرتي رفقة زميله وسائق الجريدة أحمد ابن خلف الله المعروف بحميدو على متن سيارة رونو 12 متوجهين نحو منزل حميد في حي رايس حميدو. مرت الساعات ولم يعد حميد إلى منزله رغم أنه يقطن غير بعيد عن مقر الجريدة، وهو ما زاد من قلق زملائه خاصة في تلك الفترة الصعبة التي كانت تعيشها البلاد. فريق من الجريدة خرج للبحث عنهما رغم خطورة الظرف وساعة الليل المتأخرة. عند وصولهم إلى حي سيد الكبير أكدت زوجة حميد أنه لم يعد هو الآخر إلى البيت. لا خبر ولا أثر، ولا أحد كان يعلم أن الرحلة التي قام بها كانت الأخيرة. في صباح اليوم الموالي ظهرت الحقيقة المؤلمة. تم توقيفهما على الطريق المؤدية إلى سيد الكبير واقتيادهما نحو مبنى مهجور ومحترق منذ أشهر، وهناك تعرضا لأبشع أشكال التعذيب قبل أن تتم تصفيتهما بطريقة وحشية.